قبل ما نبدا الجزء الثاني ونبدا قصتنا مع عامل المشرحه، احب اقول لك لو انت ما سمعتش الجزء الاول فعلا مش هتفهم حاجه، يا ريت لو ترجع وتسمع الجزء الاول، وانا سايب لك اللينكات في المصادر. فعل زر الجرس وهتلاقي كل الحلقات ظهرت ليك. ولو عجبتك القصه ما تبخلش علينا بحاجه مش هتضرك وهتنفعنا كتير. دوس لايك واشترك في القناه، فعل زر الجرس، وده فضلا وليس امر. ويلا بينا نبدا حكايه. انتهى معانا الجزء الاول لما تعرفنا على سعيد عامل المشرحه الوحيد اللي هتبدا معاه القصه، ويلا بينا مع عم السيد يعرفنا ايه اللي حصل. في يوم نزلت من البيت ورحت الشغل، استلمت من زميلي ابراهيم دفتر الورد والخارج، وبعد كده اخدت الكيس الاسود اللي فيه هدومي ودخلت اغير هدومي في اوضه الولا سعيد كالعادي، لحد ما فجأة كده سمعت على باب المشرحة والعياذ بالله من بره صوت خبط ودربات. اول ما سمعت الصوت يا فكيك غيرت هدومي بسرعه وسبت الولا سعيد نايم كعادته، وخرجت وفتحت باب المشرحة. كان الدكتور احمد دكتور شاب كده بيشتغل في المشرحة معانا، بس ايه، الدكتور احمد ده كان مزاجنجي، يعني من الاخر كده كان بيشرب وكان مدلع نفسه على الاخر، وما كانش بيحلى ليه الشغل في الجثث الا في عز الليل عشان يبقى رايق، وهو بطبعه يعني كده بيحب يشتغل في هدوء. فاول ما فتحت الباب وشفته ابتسم في وشي، ولقيته بيقول لي ازيك يا عم السيد، ايه اللي معادك هنا، مش قاعد على بوابتك ليه؟ عدلت هدومي وانا بقول له انا تمام يا دكتور، بس انا يعني كنت لسه مستلم حالا، فكنت بغير هدومي في اوضه سعيد وكنت خارج والله اهو اقعد في مكاني، معلش يا دكتور ما تاخذنيش. فضل الدكتور احمد باصص لي بنفس الابتسامه اللي ما بتفارقش وشه، ولقيته بيقول لي ولا يهمك يا راجل يا طيب، بس بقول لك ايه، ما تخرجش دلوقتي، تعالى معايا انا عايزك. هزيت له راسي وانا بفتح باب المشرحه على الاخر، وبقول في بالي كده هو هيعوزني في ايه يعني؟ فدخل هو وراح ناحيه اوضه التلاجة على طول وشاور لي اروح وراه. قفلت باب المشرحه تاني بعد ما دخل ورحت وراه عدل. وقتها كده هو كان فاتح الاوضه، وبعد كده فتح النور وشاور لي ادخل. انا ماليش اللي انا اخش المكان ده، وانا راجل جبان وخواف وما بحبش الحاجات دي. وهو لبس البلطو بتاعه اللي كان داخل بيه في ايده وراح ناحية الترولي الصغير كده اللي عليه ادوات التشريح، وقف جنبه او بالتحديد يعني قصاد التلاجة بالظبط، وقعد يدور ما بين الادراج وبيقول لي بقول لك ايه يا عم السيد، هي فين جثة خديجة؟ قربت منه كده وبصيت على الادراج بنظرة غباء. خديجة مين يا دكتور دي؟ ما عنديش جثة بالاسم ده. بص الدكتور احمد ليه باستغراب وهو رافع حاجبه وقال لي ازاي يعني؟ دي المفروض كانت تتشرح ويتكتب لها التقرير من وقت ما جيت، ولولا ان انا اللي هشتغل النهارده فطبيعي هشتغل فيها بالليل، المفروض كان تقريرها كان اتعمل واتسلم من بدري. خبطت ايدي على قورتي وانا بلوم نفسي، معلش يا دكتور والله اصل انا لسه مستلم ومبصيتش على دفتر الوارد، انا قلت ادخل اغير هدومي وابص على الاسماء اللي دخلت النهارده. وشاور لي الدكتور احمد كده على الباب وهو بيقول لي طب روح بص في الدفتر وشوف لي كده هي في انهي درج وما تتاخرش. سمعت كلامه ورحت جري ابص في الدفتر، وفعلا لقيت استلام جثه في نفس اليوم باسم خديجه احمد الشندويلي. فخدت الدفتر ودخلت له جري، ما هو قال لي بسرعه. وقفت جنبه وانا بقول له يا دكتور احمد لقيتها، ايوه خديجه احمد الشندويلي، عندها 62 سنه، موجوده في الدرج رقم 13. راح الدكتور ناحيه الدرج وفتحه وهو بيشاور لي وبيقول لي تعالى يا عم السيد ساعدني، انا مش هستنى حسن بيه عقبال ما يصحى في ساعه ويغسل وشه ويغير هدومه في ساعتين. سمعت الكلام بتاع الدكتور احمد وحطيت الدفتر على ادوات التشريح وشلت معاه الجثه من الدرج. انا واقف في مكاني مش عارف اتحرك اساسا، خايف من كل حاجه حواليا. وقمنا شلناها من الدرج وحطيناها على سرير التشريح. وقتها
وراح شال الدكتور احمد الله يسامحه الملايه اللي كانت متغطيه بيها من على وشها. اقسم لكم بالله حسيت بان شعر جسمي كله وقف. الست وشها كان عليه غضب ربنا، كانت مكشره وبقها ومناخيرها خارج منهم دم متجلط والعياذ بالله، ده غير الدم الكتير اللي كان متجلط ولازق في شعرها. فغصب عني كده من خضتي رجعت لورا كده وقلت سلام قول من رب الرحيم، اعوذ بالله ايه دي؟ ولقيت الدكتور احمد بيبتسم وهو بيشيل الدفتر من على ادوات التشريح. ايه يا عم السيد، اول مره تشوف جثه ولا ايه؟ لا امسك الدفتر كده وروح وديه مكانه وتعالى بسرعه، اصل انت اللي هتساعدني الليله دي في تشريح الجثه ديت لحد ما اكتب التقرير اللي به النيابه هتعرف تسبب وفاتها. خدت من ايديه الدفتر وانا بترعش كده وببلع ريقي بالعافيه وقلت له لا بقول لك ايه يا دكتور والنبي يعفيني انا من الموضوع ده، انا هروح اصحي لك سعيد وهو يجي يساعدك، هو واخد على كده، وانا بقى هروح اترزع في مكاني واشغل قرآن يمكن اسرح معاه وانسى الخلقه العكره دي. ولقيته كده بيضحك الدكتور احمد بصوت عالي غصب عنه وبيقول لي يا عم السيد يا خواف بقى حته الجثه تخوفك؟ امال انا اللي بشوف جثث اشكال والوان اعمل ايه؟ ولا سعيد اللي بقى من كتر ما بينام جنب الميتين اقسم بالله بقيت احس اللي هو شبهه. والله لقيت نفسي كده ارتبكت بصراحه وحسيت ان جسمي بيترعش وانا بحاول ابعد نظري عن وش الست العكر ده. يا دوك ما انت بتقول اهو انتوا ناس معاشرين الاموات من سنين، انا بقى راجل لا ليا فيهم ولا حتى شغلتي ان اقرب منهم، انا راجل باجي اقعد بره على البوابه وكبيري قوي استلم او اسلم جثه. بس عموما يا دكتور انا هخرج اصحي لك سعيد واخليه يجي يقف معاه. ولقيته بيهز لي راسه وهو بيعدل الجوانت الطبي اللي كان لابسه في ايده قبل ما نشيل الجثه من الدرج بتاعها. فخرجت انا من باب اوضه التلاجه وانا بقول بصوت واطي الله يخرب بيتك، هي حبكت تشتغل في الجثث بالليل؟ دي دماغ ايه دي بس يا ربي؟ اما صحيح دكتور خرفان والحشيش والخمره لحسوا دماغه. ولقيته راح سمع كلامي كده وانا بتودود مع نفسي وبيقول لي بتقول حاجه يا عم السيد؟ واتفزعت كده وبصيت له وانا بره الاوضه وقلت له لا ما تاخذنيش يا دكتور احمد، ده انا بقول يعني ان سعيد لو ما صحيش هكسر دماغه. ولقيته شاور لي كده بايده ان امشي، فمشيت وجريت بسرعه رحت وديت الدفتر في مكانه على الدكه الخشب اللي شبه الدكه اللي بتبقى في الفصول، ودي بالمناسبه الدكه اللي انا بقعد عليها قصاد باب المشرحي. وبعد ما حطيت الدفتر دخلت عشان اصحي الولا سعيد اللي كان رايح في سابع نومي، ودخلت اوضته وقفت على سريره وقلت له ولا يا سعيد انت يا قوم بسرعه الدكتور احمد عايزك. اتنفض الولا سعيد وانا بصحيه ولقيته قايم بيقول مين ابوي. ورحت وقفت كده وقعدت اضحك عليه وانا بضرب كف على كف. يخرب بيت شيطانك يا سعيد، انت لسه بتشوف ابوك الله يرحمه في الاحلام؟ وراح فرج كده في عينيه وهو بيتوب وبيقول لي نهارك ابيض يا عم السيد، هو في ايه؟ النهار طلع ولا ايه؟ رحت قلت له كده لا ما طلعش ولا حاجه، بس الدكتور احمد عايزك عشان بيشرح حالة يا سيدي، ما هو ما بيحللوش التشريح الا بالليل وانت عارف الكلام ده. وبصراحه كده يعني هو قال لي اقف معاه، بس انا يعني قلت ان انت اولي بصراحه. رحت لقيت الولا سعيد بيضحك كده وهو بيقول لي من على سريره وبيلبس هدوم الشغل اللي كانت ورا الباب فوق الهدوم اللي كان نايم بيه اولى برضه ولا انت لساك جبان يا عم السيد؟ وبعدين هو انا يعني ما ينفعش اتخمد ساعتين لحد وقت صلاة الفجر يا عالم؟ ياهو ده انا كنت ناوي اروح اصلي في رحاب الست واجيب شقتين فول من هناك كده وانا راجع. الله يقلب نافوخك يا دكتور احمد زي ما انت قلب الدنيا فوق نافوخي كده. وانا كنت واقف بتفرج عليه وهو بيغسل وشه في الحوض اللي في الاوضه، وهو في نفس الوقت بيسب ويلعن في الدكتور احمد وفي اليوم اللي شافه فيه، لحد اما قطع تركيزي معاه سؤاله لي قال لي قول لي كده يا عم السيد، هو الدكتور احمد بيشتغل في انهي جثه؟ كان بيسالني السؤال ده وهو كان بينشف وشه من الميه، فجاوبته بصوت عالي جثه الست العجوزه يا سيدي.
اللي اسمها خديجة. مش الجثة دي استلمتها النهاردة برضو يا ولا يا سعيد؟ شال كده سعيد الفوطة من على وشه وهو بيقول لي بقرف وبزهق. ايوه استلمتها النهاردة مع العصر كده. بس يا ساتر يا رب على دي جثة من ساعة ما جت والمشرحة كلها متلبشة. رحت بصيت للولا سعيد كده بتركيز قوي وقلت له هي فعلا جثة شكلها ما يريحش، الولية زي ما يكون على وشها غضب ربنا يا اخي. بس قول لي يا ولا سعيد صحيح المشرحة كانت متلبشة ازاي من وقت الست دي ما جت؟ وراح حط الولا سعيد الفوطة على السرير ورد عليا وهو بيروح ناحية باب الأوضة خارج وقال لي مفيش يا ابو الحاج، الست دي من ساعة ما جت والمشرحة بقت. وقطع كلام الولا سعيد معايا صوت صرخة الدكتور أحمد اللي بعدها على طول نور المشرحة كله اتقطع. وأول ما اتقطع النور كله لقيت الولا سعيد بيقول لي ايه اللي حصل يا عم السيد وانت مالك ماسك في دراعي كده ليه؟ وانا واقف انا والولا سعيد في وسط الضلمة اللي ما تشوفش فيها ايديك والجو بقى برد مرة واحدة كده. حسيت بخوف وبرعب خلوني غصب عني ثبت في دراع الولا سعيد وانا جسمي كله بيترعش وبقول له ايه اللي حصل؟ جرى ايه يا ولا يا سعيد؟ انت ما سمعتش الدكتور احمد وهو بيصوت ولا تكونش اتعميت ومش شايف النور اللي اتقطع مرة واحدة ده؟ راح مسكني الولا سعيد من ايدي اللي كانت ماسكة دراعه وقال لي بجدعنة وتبت الصعايدة. ويخلص معانا الجزء الثاني بعد صرخة الدكتور أحمد والكهرباء اللي قطعت جوه المشرحة وسعيد والسيد مع بعض في أوضة سعيد وإيه حصل للدكتور أحمد وهو مع جثة خديجة. وهل السيد وسعيد هيروحوا للدكتور أحمد ويشوفوه إيه اللي حصل له؟ ده اللي هنعرفه في الجزء الثالث. كل اللينكات بتاع جميع الأجزاء في المصادر أو فعل زر الجرس وهتظهر لك كل الأجزاء. وما تنسوش تدعمونا بأحلى لايك منكم واشتراك في القناة وشكرا وسلام.